الشيفت المسائي دايما ليه رهبة خاصة. سكون الليل، صوت الماكينات اللي بتسكت فجأة، طرقات خطوات في ممر فاضي، وحكايات عمال وحراس بيأكدوا إن الليل بيخبي أسرار مش طبيعية. في الفيديو ده هنسمع مع بعض مجموعة من أغرب وأرعب القصص اللي حصلت لناس كانوا بيشتغلوا في شيفت الليلي. قصص هتخليك تسأل نفسك، هو الشفت المسائي مجرد وقت شغل عادي ولا باب لعالم مفتوح تاني؟ أنا محمود، كنت شغال في مصنع ملابس في منطقة صناعية على أطراف المدينة. المصنع قديم جدا، والجديد بس إنهم كانوا لسه مركبين كاميرات ولوند ليد، لكن المبنى نفسه كان مليان أصوات تزييق وأماكن ضلمة. أنا كنت بشتغل غالبا شفت مسائي من الساعة 7 لحد 3 الفجر. كان كنت أنا واتنين بس من العمال في نفس الدور، والباقي في أدوار تانية. في يوم حوالي الساعة 2:30 بالليل، كنت ماشي بتأكد إن الماكينات كلها مطفية. فجأة سمعت صوت ماكينة شغالة، رغم إني بنفسي كنت قافلها. رحت ناحية الصوت، ولما قربت لقيت المكنة فعلا بتشتغل، والإبرة بتتحرك بسرعة كأن في حد شغال عليها. الغريب، الكرسي قدام المكنة كان بيتحرك لوحده كأن حد قاعد عليه وبيشتغل على المكنة. افتكرت إن يمكن زمايلي بيهزروا، فناديت على زميلي بس مفيش حد رد. قطعت الكهرباء عن المكنة، وقفت. أول ما لفيت وشي علشان أمشي لقيت الكرسي بيرجع مكانه فجأة بصوت عالي. خفت وطلعت أجري أنده على زمايلي، لكن لما رجعت معاهم علشان أوريهم المكنة لقيتها مطفية عادي ومفيش أي آثار للحركة. زمايلي ضحكوا عليا وقالوا يمكن بتخيل، لكن اللي كسر قلبي فعلا كنت وأنا خارج من المصنع الساعة 3 الفجر. رحت أشوف الكاميرات المراقبة عند الأمن، وشفت الفيديو واضح. الكرسي قدام المكنة بيتحرك لوحده، والإبرة بتشتغل كأن في حد خفي بيخيط. والأغرب، ظل طويل واقف ورا الكرسي ومش بيتحرك أبدا. بعد اليوم ده ما كملتش في المصنع وسبت الشغل تماما، لأنه لحد دلوقتي كل ما بفتكر اللحظة دي بفتكر إني ما كنتش لوحدي في الشفت المسائي. في مستشفى حكومي قديمة كان في ممرضة اسمها منى، بتستلم شفت مسائي من 8 بالليل لحد 6 الصبح. معظم الأدوار بيكون فيها دكاترة وممرضين، لكن الدور الخامس كان فاضي من سنين لأنه تحت الترميم. في ليلة هادية وهي قاعدة في غرفة التمريض في الدور الرابع، سمعت صوت جرس نداء المرضى جاي من الدور الخامس. استغربت جدا لأنه مفيش ولا مريض هناك من الأساس. طلعت مترددة بس على السلم، والجو كان ضلمة، مفيش غير لمبة واحدة بتتهز. وهي ماشية في الممر حست بخطوات وراها، لكن كل ما تبص وراها تلاقي الممر فاضي. وصلت عند أوضة كان الجرس جاي منها، ولما فتحت الباب لقت السرير الطبي بيتحرك لقدام ولورا لوحده. الأغرب إنها سمعت صوت شهقة مريض كأنه بيتألم. من الرعب جريت على الأمن وقالت لهم، بس كالعادة محدش هيصدقها. ولما أصرت يشوفوا الكاميرات لقوا حاجة غريبة، السرير فعلا بيتحرك لقدام ولورا، وفي آخر الكادر باين ست لابسة مريالة بيضة وبتبص للكاميرا مباشرة. الطابق ده اتقفل بعدها أكتر من سنة، وكل اللي بيشتغل شيفت مسائي في المستشفى دي بيتجنب يطلع الدور الخامس. في جامعة قديمة في القاهرة كان في مكتبة كبيرة جدا، الدور التحتاني منها بيقفل بدري، لكن الدور التاني بيفضل مفتوح لحد نص الليل علشان الطلبة اللي بتذاكر. الحارس اللي كان مسؤول عن قفل المكتبة اسمه عم رضا، كان معروف انه راجل طيب وهادي وبيحب يقعد لوحده في الهدوء. في يوم بعد الساعة 12 بالليل وهو بيلف يتأكد ان الطلبة خرجوا، لقى بنت قاعدة على مكتب في آخر الطرقة، شعرها طويل ونازل على وشها وبتكتب في كراسة بسرعة. قرب منها وقال لها، يا بنتي المكتبة هتقفل خلاص. البنت مردتش. قرر، يا بنتي سمعاني؟
رفع راسها بصعوبة وكانت مفيش ملامح واضحة على وشها، كأنه ضباب. عم رضا اتجمد مكانه. وبعدين البنت وقفت فجأة وورق الكراسة وقع على الأرض. لما بص عليه لقى مكتوب جملة واحدة متكررة: ما تقفلش الباب، أنا لسه هناك. رجع يجري على طول، ومن بعدها رفض يستلم أي شيفت مسائي في المكتبة. والغريب إن الطلبة بعد كده بقت تحلف إنهم ساعات بيسمعوا صوت أقلام بتكتب في آخر الطرقة، حتى لما المكان كان فاضي. في مول كبير في وسط البلد كان في جراج تحت الأرض بيقفل الساعة 2 بالليل بعد ما آخر الناس تخرج. حارس المسؤول عن قفل الجراج اسمه خالد، وكان دايما آخر واحد بيمشي. في يوم متأخر حوالي الساعة 2 إلا ربع، وهو ماشي يتأكد إن كل العربيات خرجت، سمع صوت موتور عربية بيشتغل. استغرب لأنه المفروض كله فاضي. راح ناحية الصوت، لقى عربية قديمة راكنة في آخر الجراج، نورها الأمامي منور لوحده. قرب أكتر، شاف إن في حد قاعد جوه بس مش باين. قال له: باشا، الجراج بيقفل، يلا بينا. مفيش رد. راح فتح باب العربية بسرعة، لكن لقاها فاضية من جوه ومفيش حد. الغريب إنه وهو راجع سمع نفس العربية وراه كأنها بتتحرك ببطء وبتتتبعه. ولما جري على البوابة وبص وراه لقى العربية لسه في مكانها، ما اتحركتش من الأساس. خالد قدم استقالته بعدها بأسبوع وقال: أنا ممكن أتعامل مع لصوص، لكن مش مع أشباح بتسوق عربيات بالليل. يمكن تسمع القصص دي وتقول مجرد أوهام، ويمكن تفتكر إنها خيالات من التعب والسهر، لكن اللي عاشوا اللحظات دي بيقسموا إنه شافوا بعينهم وسمعوا بودانهم. الشفت المسائي ساعات بيكون شغل عادي، وساعات بيبقى مواجهة مع حاجة أكبر من قدراتنا على الفهم. السؤال اللي هيفضل يطاردك بعد ما تسمع القصص دي: لو جاي دورك تشتغل شفت مسائي، هتقدر تكمل للآخر؟